الواقع هو البلاغ الأخير الذي خرج اليوم بلسان بن لقشور أنا أعتبره عزيزي هيكل تراجع تكتيكي فقط وليس تراجع مبدئي، لأن التراجع المبدئي يحتاج إلى لغة واضحة. أعلن عدم ترشحي لرئاسة الرجاء الرياضي، ولكن أن يقول في بلاغه أن يشعل الفتنة أولا بين الرئيس الحالي وبين الجمهور، أعتقد أن هذا السلوك لا يستقيم مع مسؤول وطني حينما يقول بأن الرئيس الحالي دخل في التعاقدات بدون مدير رياضي وبدون لجنة مختصة. من أنت؟ لحد الآن من أنت؟ أنت الآن هو رئيس العصبة، هذا لا دخل لك فيه. وتأتي في الفقرة الأخيرة، وأعتقد أن بن لقشور وأنا أعرفه شخصيا لأن عايشته في مراحل معينة من مراحل المسار السياسي، قال لست زاهدا في هذا المنصب. لو كان لا يريد أيضا الترشح لقال أنا زاهد في هذا المنصب، وحينما تقول لست زاهدا فأنت مغرم عاشق لهذا المنصب على رأس فريق تاريخي. أعتقد أن هذه اللغة هي لغة تراجع فيها تكتيكي لا أقل ولا أكثر. ولكن دعني أعطيك أيضا بعض المعطيات مهمة جدا. غدا سيكون اجتماع الهيئة الاستشارية مع مكتب الفرع، مع مكتب الرجاء الرياضي، وسيكون فيه التفاصيل والتحضير والموقف النهائي. وبعد